السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا بقى نشوف البيتزا الخطيرة دي، سهلة وحلوة قوي. انت هتشوف الفيديو من هنا هتقومي تنفذيه حالا، ينفع فطار ينفع غدا ينفع عشاء، حسب الحاجة اللي انت هتحطيها على وش البيتزا القمر دي. يلا بينا نشوف الطريقة. جبت البلانشة وجبت 4 ترغيفة من العيش الفينو وقطعتهم زي ما انتوا شايفين كده. بجد طريقة سهلة وبسيطة، وكبار صغيرين هيحبوها ومحدش هيعترض عليها ابدا. اول لما يطلب منك بيتزا قومي نفذي الطريقة دي فورا. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ ايوه صدقوني طعمها شبه البيتزا والله جدا جدا. انت هتظبطيها بقى من فوق الوش كده بالموتزاريلا، بالجبنه شيدار، اللحمه مفرومه، بانيه. اللي انا عملته قلت هجربها، انا كان اول مره اجربها. جبت بيف وقطعته كده مكعبات صغننه زي ما انتوا شايفين، وجبت بقى فلفل رومي وطماطم وظبطت فوق الوش. صدقوني طعم البيتزا وجميله جدا جدا، وعندي في البيت حبوها وكل شويه يطلبوها مني. حلوه قوي 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 قوي. ولما تكوني مستعجله زي ما قلتلك اعملي لهم البيتزا دي. انا اول مره زي ما قلتلك قلت هعملها ببيف، مع ان ده مش كويس خالص ومش مفيد ومضر جدا، بس ده بصراحه اللي كان قدامي. قلت هجرب ولو طلع حلو ان شاء الله بقى هجدد بعد كده. وكنت مقطعه فلفل رومي مكعبات زي ما انتوا شايفين، وجبت الصينيه دهنتها بشويه زيت. انا كنت مكتره هنا الزيت شويه، انا عايزه مسحه بس كده في الصينيه. والعيش الفينو اللي انا كنت مقطعاه رصيته في الصينيه زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده جبت بوله صغيره وحطيت فيها 3 بيضات. بعد كده بقى جبت البيف اللي انا كنت مقطعاه والفلفل الاخضر حطيتهم على البيض، وحطيت عليهم نص معلقه من الملح، عليهم نص معلقه من الفلفل الاسود، وقلبتهم كويس قوي. البيض مع البيف مع الفلفل الاخضر والملح والفلفل الاسود، قلبتهم كويس. بعد كده بقى نزلت بيهم على العيش الفينو اللي احنا كنا مقطعينه وحطيناه في الصينيه. بعد كده حطيت جبنه رومي وشوية كاتشب، ده ادى طعم تحفة 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 جدا. وولعت النار عليه. وبعد ما البيض استوى معانا زي ما انتوا شايفين كده، رشيت شوية موتزاريلا. الموتزاريلا بنحطها في الاخر عشان مش عايزاها تنشف في البيض. وبس كده خلاص، سبت الموتزاريلا تسيح في الصينية على العيش، قصدي على البيتزا. وبعد كده طلعتها وهنشوف دلوقتي الشكل الجمالي للبيتزا. بجد حلوة وسهلة وبسيطة جدا وطعمها حلو قوي قوي. وزي ما قلت لكم انا لو عملت حاجة ما لقيتهاش حلوة او فشلت معايا، تأكدوا مليون في المية ان انا مش هنزل الفيديو. ولو فشلت معايا ونزلت الفيديو هيبقى من روح ان انا اضحككم، بس من روح الفكاهة. بس بقى هنا طلعتها في الطبق وقطعتها، شايفين تحفة تحفة تحفة، جميلة جدا وسهلة قوي وبسيطة. عايزين بيتزا عينيا الاتنين، انزلي هاتي عيش فينو لما كانش عندك في الفريزر طلعيه فك، واول ما يفك قطعيه على طول. شايفين؟ طب شايفين الجمال؟ حلوة قوي 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 بجد. وحاجة سهلة وسريعة زي ما قلتلك، عشاء بسيط فطار بسيط، واي حاجة عندك من الجبن تنفع هتمشي ان شاء الله. ان شاء الله تجربوها، ويا ريت اللي يجربها او جربها قبل كده يقول لي ايه رأيه. وينفع ان احنا نحطها للاولاد في اللانش بوكس بتاعهم. اتمنى الطريقة تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، تاكلوها بألف هنا وعافية. باي باي.